بصوا حبايبي، صوص الكراميل اللي احنا عملناه ده طريقة وطعم ولون وريحة تحفة. يلا نصلي على النبي ونشوف الطريقة والمقادير مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في معلومة مفيدة مع نانا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل الكراميل في البيت بطريقة سهلة جدا بدل ما بنشتري غالي. نصلي على النبي ونبدأ في الطريقة دلوقتي. انا عندي كوباية سكر حطيتها على النار زي ما انتوا شايفين في طاسة كده. بس الميزة فيه واللي المفروض يتعمل ان انتي ما تحركيش السكر خالص، يفضل السكر كده هو على النار لحد ما يفك لوحده، ولا تحطي فيه معلقة ولا تحطي فيه اي حاجة تقلبيه، سيبيه هو يسيح يعني لوحده كده هو مع نفسه. اما تلاقيه ساح تقلبيه، لكن طول ما هو موجود ومتكتل كده ما تقلبوش خالص. واخدين بالكم حبايبي؟ عشان لو قلبتيه دلوقتي هيكلكع معاكي ويتعبك. اهو نسيحه بقى ونسيبه على النار لحد ما يسيح لوحده وارجع لكم. اهم حاجه يا حبايبي في صوص الكراميل لازم النار تبقى هاديه جدا جدا، علشان السكر اما يسيح ما يتحرقش وهو بيسيح. نعمل بيها اي حاجه بقى، نحطها على كيك، نحطها على دوناتس، ممكن كمان نعمل بيها ايه، نعمل زبده اللوتس بتحط على البسكويت وتعمليها احلى زبده. واخدين بالكم؟ اي حاجه من المعجنات بيتحط عليها. فكده احنا موطين النار على الاخر خالص ونسيبه براحته زي ما قلنا، ما نقلبش، يسيح براحته وارجع لكم. دي يا حبايبي كوبايه لبن، عليها معلقه نشا، حسب طبعا النشا حسب السمك اللي انت عايزاه. واخدين بالكم؟ وعليها معلقه لبن بودر برضو. هو المفروض اصلا يعني اللبن البودر ده بيعزز الطعم، بيخليه طعم جميل، لكن لو عايزه تحطي نشا ولبن بس عادي. انا حطيت لبن بودر معلقه علشان الطعم ايه نعززه، وممكن معلقه كريم شانتيه حسب رغبتك انت. بس المفروض اللي هو اللبن بس ومعلقه نشا. انا بقى بخلي الطعم حلو، دي بمزاج الواحد. ندوبها كويس كده حلو لحد ما الكراميل يدوب. ونحط يا حبايبي ايه حبة فانيليا حلوين كده اهو، عشان سايلة او بودر عادي عشان الطعم والريحة. ونقلبهم برضو كده، ده كله مستنيين السكر يكرمل. نرجع للسكر تاني، بدأ يسيح، ما نقلبوش برضو، نهز بس الايه الطاسة او الحاجة اللي احنا بنسيح فيها كده، هز بس من غير تقليب لحد ما السكر يختفي. هو قرب يختفي كده اهو، السكر كده داخل على كرملة اهو، على خفيف كده، ما نقلبش. بس المرحلة دي بقى عادي لما نقلب او فك كده من بعضه زي ما انتم شايفين كده. طبعا ايه الدنيا واطية اهي كده. بقى هننزل بمعلقة زبدة. شوفوا اللون جميل ازاي. ما تحاوليش تسيبيه يكرمل زيادة عن اللزوم عشان ما يمررش وما يتحرقش. اللون الجميل ده بس وخلاص. نلحق نحط معلقة زبدة ونشيل من على البوتاجاز واحنا بنحط الزبدة اهو يا حبايبي. معلقة زبدة جميلة كده اهو، نحطها كده هتسيح على طول. طبعا انا شلت من على النار، خدين بالكم، هتسيح على طول. ونقلب حلو، هتتكتل. هقلب لكم وارجع لكم. بصوا حبايبي شكلها، خلي بالكم ما تقلقوش لما تكتل معاكم هتفك تاني، ما دام في الاول سايبينها السكر يسيح لوحده من غير تقليب. بصوا قلبنا لحد ما ساح ازاي. ننزل بقى اللبن على طول، هتجمد بقى اللبن بالنشا، واخدين بالكم. بصوا اما نزلنا بقى باللبن، بصوا مسك ازاي.
هنقلب عادي برضو لحد ما اللبن، بصوا نشفت ازاي. هنقلب لحد ما اللبن يدوب عادي وهيبقى حلو عادي بالنشا. بصوا حبايبي نشف ازاي، بصوا ما تفقدوش الامل، هتلاقيه فك وبقى زي الفل اهو. لازم اللبن بالنشا يمسك مع السكر، او لبن بس او اي سوائل. لو حطيت الميه مع السكر المكرمل هتلاقيه ماسك، بس انت ما تستسلميش. ماشي يا حبايبي. بصوا اللبن يا حبايبي بدأ يفك السكر اهو، فيه لسه واللبن لونه غير. اذا ايه، عارفين ان الكراميل ما شاء الله يعني هيطلع ناجح وريحته جميله جدا. طالعه دلوقتي ريحته روعه. نستمر في التقليب. بصوا حبايبي ما زلت، بصوا الكتل دي كلها هتسيح. وشوف لونه بدأ ايه يغير. تفضلي بقى تعملي كده وتحاولي ان ما يبقاش فيه كتل لازقه. تحفه يا جماعه وناجح بطريقه مش معقول. بصوا كل ما اقلب ارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا حبايبي، بصوا دي لسه ناشفه ازاي، وكل الارض بتاعت الطاسه او اللي انا بعمل فيه خلاص. لسه بقى الحته الصغننه دي مادام، بس هو عايز صبر. توطي النار بس اهم حاجه عشان السكر ما يتحرقش في الاول. بيتكتل وبيمسك كده جامد، بس احاول ان انا اهدي النار عشان ما يتحرقش. شوفوا جميله ازاي وريحتها تحفه. واخيرا بصوا صوص الكراميل يا حبايبي خلاص داب خالص. شوفي مفيش حاجه في الصينيه من تحت ازاي اهي جميله جدا وفكت كلها. بس شوفوا القوام جميل ازاي، بصراحه تحفه. بس لازم تتبعي الخطوات. ما شاء الله، صلوا على النبي على الجمال. بصوا ما شاء الله روعه. نحتفظ بيه بقى في بطرمان بس لما يبرد وارجع لكم. بصوا حبايبي الكوبايه بقى الصغيره من السكر عملت لنا قد ايه. كوبايه صغيره سكر وكوبايه صغيره برضو نفس المعيار لبن، عملت لنا الحبه دول في البطرمان. ما شاء الله جمال جدا. بصوا يا حبايبي جميل ازاي ما شاء الله. شوفوا السمك بتاعه جميل ازاي. اتمنى يا حبايبي تجربوه هيعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.